السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عبد الحليم غالي، أستاذ في مجال التربية الموسيقية ومدرب في التفوق الدراسي والتوجيه التربوي، وكذا مؤطر لدى وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ومعالج في التربية الخاصة مثل أطفال التوحد والصم والبكم والمكفوفين إلى غير ذلك، يعني في المجالات التي تتعلق بالتربية الخاصة. ومن خلال هذا العرض سوف أتطرق إلى نبذة تاريخية حول الموسيقى، وكذلك سوف أعرفكم بعض الآلات الموسيقية التي أتت في قديم الزمان وعرفها الإنسان، ومن ثم تشكلت مجموعة من الآلات الموسيقية الحديثة. كما سنتعرف إلى الفرق ما بين الفولكلور، ومن خلال التذوق الموسيقي سوف نأخذ لمحة عن تاريخ الموسيقى، ونقف وقفة عند هذه الكلمة أو هذا المصطلح. فإن هذا المصطلح موسيقى فهو مصطلح دخيل على لغتنا العربية. لم تكن موسيقى موجودة في مصطلحاتنا العربية إلا أواخر القرن الخامس عشر، وهذا المصطلح أتانا من الثقافة اليونانية. ونحن نعلم أن الثقافة اليونانية سبقتها حضارات مثل الحضارة القبطية المعروفة بدولة مصر، والحضارة القبطية كذلك كانت تعرف حضارة أخرى وهي حضارة الفراعنة. ونحن نعلم أن الفراعنة خلوا مجموعة من المنحوتات التاريخية المدونة تعبر على وجود الموسيقى في تلك اللحظات، منذ 300,000 سنة. ثم انتقلت هذه اللفظة أو هذه الكلمة إلى اليونان عبر عدة مراحل، وأخذت في أصلها من الفارسية، وهي موستي، وتعني بها الإلهام أو آلهة الإلهام. وكانت الحضارة اليونانية، ونحن نعرف الحضارة اليونانية هي حضارة وثانية من قبل، وكانت تعبد الآلهات الأصنام، وكانت كل صنم كانت إلا وتعبره عن شيء وتعطيه أو تطلق عليه اسم شيء. فكانت هناك آلهة اسمها آلهة موستي أو موسى، وهي قبل أن تشق أو تتغير الألفاظ لتصبح موسيقى أو ميوزيك كما هو متداول حاليا. فالموسيقى كان يقصد بها عند اليونان كل الأشياء الثقافية والفنية، مثل المسرح والشعر والغناء والعلوم الصوتية بصفة عامة، كل الأشياء الفنية كانت تطلق على هذه الآلهة أو عن الموسيقى. جميع الفنون كانت تسمى بموستي أو الموسيقى، إلى أن تغيرت الألفاظ والكلمات والعبارات كما فعلوا بعد ما تطورت الحضارة اليونانية، فأصبحت الموسيقى كما فعلوا في دراماتيك ماتيماتيك غيره، مجموعة من الألفاظ والعبارات. ولقد عرفت ذا قبل منذ في القرن التاسع أن كانوا العرب مميزون في الثقافة الموسيقية، بحيث أنهم كانوا هم أول من اكتشف السلالم الموسيقية والمسافات الصوتية. وهذا موجود في مجموعة من الكتب، مثل الكتاب الكبير للفارابي والموسوعة شفاء لابن سينا، مجموعة من الكتب الموجودة ممكن أن الجميع يمشي يبحث ويقرأ ويوجد هذه المسائل التي نتكلم عنها. نرجع إلى تاريخ الموسيقى. من المتفق عليه بأن الموسيقى ظهرت منذ وجود الإنسان، وكذلك نعلم أن قبل مجيء آدم وحواء إلى الأرض فإن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الأرض بمجموعة من الأشياء، من طبيعتها ومياهها وأشجارها وإلى غير ذلك من الأشياء الطبيعية الموجودة في الطبيعة. يتضح جليلا بأن الأصوات أو الموسيقى ظهرت قبل وجود الإنسان على سطح الأرض،
وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى للإنسان. خلق هذه الأصوات في الطبيعة وكي لا يشعر الإنسان يعني بالملل والوحدة. وهنا من هذه الأصوات هناك أصوات يعني التي تجعلنا نشعر بالخوف، أصوات التي تجعلنا نشعر يعني بالسعادة، أصوات التي تجعلنا نحس بالاطمئنان إلى غير ذلك من الأصوات الموجودة في الطبيعة كأمواج البحر. ودعونا نتعرف عن أول آلة موسيقية تم اكتشافها يعني أو اكتشفها الإنسان. هذه الآلة الموسيقية هي آلة الحنجرة. آلة الحنجرة هي أو الآلة ما يعرف بالنظريات الموسيقية بالصوت البشري. فإن الإنسان سبحانه وتعالى سخر له الحنجرة، ممكن أن يؤدي بها مجموعة من الأصوات، وذلك من خلال يعني مجموعة من العرب الموجودة في الحنجرة. ممكن الإنسان أن يقلد الأصوات العصافير ويقلد أصوات الإنسان كذلك، ممكن أن يغني، ممكن أن يصرخ، ممكن يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا صوت لنقوم به يعني بمجموعة من الأشياء، وهذا كذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى وتكريما للإنسان كي يستطيع التواصل فيما بعد. الإنسان يعني أراد يعني كي يقهر يعني بعض الملل، تم اكتشاف يعني بالصدف أو ربما بالبحث عن آلة موسيقية يعني قريبة إلى الصوت البشري أو قريبة يعني من الإنسان. فتم اكتشاف آلة موسيقية يعني أول آلة موسيقية، وهي آلة القصبة. آلة القصبة هي عبارة عن نوع من أشجار أو نبات القصب المجوف. فتم قطعها الإنسان وبدأ ينفخ فيها جانبيا، فبدأت تحدث يعني أصوات، فبدأ الإنسان يتعجب من هذه الأصوات، ثم ابتكر يعني أن يجعل فيها ثقب، فجعل تلك الثقب يعني بعد المحاولات بدأ يعني تلك الثقب تغير من أصوات تلك القصبة، بالتالي فبدأت يعني تحدث أصوات انسجامية إلى أن يعني استكملت يعني حاليا سلمها الموسيقي. وسنعود يعني فيما بعد في تعريف السلم الموسيقي يعني المعروف في النظريات الموسيقية. دعونا يعني الموجود في النظريات الموسيقية، ومن ثم تم يعني اكتشاف والاجتهاد في هذه الآلة الموسيقية إلى تكوين يعني مجموعة من الآلات الشبيهة، وتعتبر من آلات النفخية كآلات الناي العربي، وآلة لافلوت، وآلة ترومبيت، ومجموعة من الآلات الموجودة يعني النفخية يعني لا تعد ولا تحصى. يعني أصبحت الآلات الموسيقية تصنع يعني بشكل يعني كثير وبشكل متنوع في عصرنا الحديث. سأسمعكم مقطع موسيقي بآلة الناي على الكيبورد. استمعتم إلى هذا المقطع الموسيقي على آلة الكيبورد. دعونا نتعرف عن أول آلة إيقاعية تم اكتشافها من خلال الإنسان، وهي آلة اليدين. اليدين جميعا لدينا يدين، ومن خلال هذه اليدين يمكننا أن نحدث إيقاعا واهتزازات باليد، فبالتالي تم اكتشاف يعني الإيقاع عن طريق نقرات أو ضربات اليد. ومن بعد يعني تحولت هذه الضربات إلى
الضرب يعني في بعض الأشياء التي خلقت يعني بعض الآلات إيقاعية حديثة مثل الطبل والباتري حاليا. مجموعة كذلك من الآلات الإيقاعية، تربوكة. هناك بعض الآلات يعني الإيقاعية الغربية والإفريقية لا تعد ولا تحصى يعني كذلك من هذه الإيقاعات الموجودة يعني في عصرنا الحالي. ونتوقف كذلك عن أول آلة إيقاع أول آلة وتالية، وهي آلة قوس الصياد. آلة قوس الصياد هي عبارة عن آلة موسيقية ظهرت يعني منذ قرون يعني ظهرت هذه الآلة الوترية. ونحن نعلم أن الصياد كان يقتات يعني الإنسان كان يقتات على بعض الفرائس ويذهب إلى الصيد، وكان ينتظر فريسته حتى تأتي، وكان في تلك فترة الانتظار ينقر على قوسه الذي يصطاد به. فبالتالي ذلك الاهتزاز الذي كان يحدثه القوس كانوا يحدثه بعد الترانيم وبعد النغمات. فمن بعد تم تطوير هذا القوس إلى وجعلوا له يعني بعض الأكوردات، يعني بعض الأكوردات لا تحضرني المصطلح بالعربية، أو الخيوط أو الأسلاك يعني التي تحدث يعني أصوات. فبالتالي بدأت يعني يحس بأنغام مختلفة وجديدة. وهذه الآلة الموجودة حاليا تعرف بقوس الصياد، فهي آلة الهارب. آلة الهارب يعني نجدها بكثرة في بعض الصور والملحتات في الفرعونية، دليل على أنها كانت يعني آلة مميزة في تلك الفترة، وآلة يعني كانت مشتهرة. ومن بعد تم اكتشاف آلات وترية شبيهة لها مثل القانون والجيتار والعود والكمان، يعني مجموعة من الآلات الموسيقية الوترية الموجودة حاليا. دعونا نستمع إلى آلة الهارب ونعود. كما وعدتكم في البداية سوف نتكلم عن الفرق ما بين الفولكلور والموسيقى. فولكلور هذا المصطلح كذلك دخيل على مصطلحاتنا ولغتنا العربية وإلى قاموسنا العربي. وفولكلور هي كلمة ألمانية مشتقة من شقين، فولك لور. فولك وثاني الشعوب، لور وثاني الثقافة، بمعنى ثقافة الشعوب. ونعني بالفولكلور هي كل التراث الثقافي الفني الذي كان يعرف يعني في القديم، مثل لدينا في المغرب عساوة وأحواش والقناوة. والفرق بين الفولكلور والموسيقى
هو أن الفولكلور عندما تدخل عليه آلة موسيقية فإنه لا يصبح فولكلورا أو تراث، فإنه يصبح موسيقى، فتتغير لفظته يصبح موسيقى. يعني عندما تدخل آلة موسيقية على الفولكلورات فإنها تصبح موسيقى. بالتالي فإن الفولكلور لا يحتوي على آلات موسيقية، يبقى على طبيعته، فقد يترنم على الأصوات الإيقاعية وعلى شكله يعني المعهود سلفا. نأتي إلى مرحلة أخرى، وهي ما أهمية الموسيقى يعني في حياتنا اليومية أو في حياتنا بصفة عامة. الموسيقى هي التي تعطينا انسجاما في الحياة وفي طبيعتنا اليومية. الموسيقى تحافظ على هويتنا، بحيث أننا كما نجد يعني في المؤسسات التعليمية كل يوم اثنين يعني يتردد النشيد الوطني. كاين هناك حفلات دينية التي يعني نقوم بأداء بعض الأغاني الدينية والأناشيد الدينية، وكذلك بعض يعني بعض الأعياد الوطنية كذلك التي نقوم بها يعني بالأناشيد الوطنية. هنا يعني نحافظ على هويتنا المغربية أو هوية أو أي هوية يعني في الوطن يعني التي تشتغل على الموسيقى. وكذلك الموسيقى تعطي للإنسان الطابع الهدوء والاطمئنان. الموسيقى تجعل الإنسان يعبر عن فرحه وسعادته، وكذلك تجعله يعبر بعض الأحيان عن حزنه وغضبه من أشياء من خلال يعني الألحان والكلمات. نحن نعلم ونرى أن هناك العديد من الأشياء تغيرت بالثقافة والموسيقى، ونسمع لفيروز ونسمع لمارسيل خليفة ولأميمة الخليل، والرسالة التي كانوا يحملونها يعني من أجل تغيير يعني الحصارات التي كانت على بلدانهم. والموسيقى كذلك مهمة جدا للأطفال. هناك بعض الأطفال الذين نجدهم حركيين أو أطفال الذين نجدهم يعني انطوائيين، فالموسيقى مهمة جدا لهذه الفئة وهذه النشئة، بحيث أنها تقلل من الطفل الحركي، وكذلك تجعل الطفل الانطوائي يتفاعل مع الموسيقى، ومن خلال دمجه في الفرقة الكورالية أو الفرقة الموسيقية أو عزفه بعض الآلات الموسيقية من خلال التعلم. دعوة مني للجميع يعني يتعلم أو يدرس الموسيقى بحذافيرها. الموسيقى هي ثقافة كبيرة وشاملة وعلم ينتفع به، ويعتبر من العلوم الفيزيائية الموجودة المعروفة بعلم الأصوات أكوستيك يعني في مادة الفيزياء. شكرا من جديد على هذه الدعوة الكريمة. أتمنى أن أكون توفقت في إلقاء عرضنا في هذا العرض